السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. قياسي واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا هانيين ناشطين وأموركم رجلية إن شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. شكرا ألف شكر على التعاليق الجميلة والزوينة واللي ترفع المعنويات في الفيديو السابق. مهما المشاهدة ناقصة، ولكن التعاليق الله ينوركم ويفرحكم إن شاء الله. اليوم ما كان غير النشاط، ما كانش الكسل، مرض عيانين لازم نغلبه، لازم الطاقة السلبية تخرج من ديارنا. انا هنا صبحت فرغت الصالون. انا يعني كل 15 يوم 20 يوم نبدا نغسل بالغرفة، لان كيدير واحد الغبرة واحد الميديتي واحد، صدقوني ترجع الطاقة السلبية تفرفر في دارنا. لهذا ضروري يعني ما نقولوش هذيك البلاصه نقيه ولا، صدقوني انا في الارض هكا الغبره ولا الميديتي يعني ضروري كل خطره نغسل حاجه. المهم فرغت الصاله، فرغت السراير، نظفت، مسحت، بدلت الستاير يعني اللي هما الريدوات. رجعت رجعت الدار تفحفح، نقيتها المهم. ورجعت يعني وضعت الغدا يطيب، وهنا رجعت نخدم معكم طريقة ترقيد الفلفل، يعني ترقيد الفلفل كي على طريقة يعني كيما الحميص، ولكن بالطريقة السريعة واللي يحضر لنا في يعني أقل وقت. وزيد يحكمنا يعني حتى ل3 شهور بهذه الطريقة ما يخسرش. أنا عندي دروكا مدة شهرين من الصيف وأنا نخدم فيه، يعني حتى بارطاجيت معكم هذه الخطرة. يعني اللي الكيسون نجح مليار بالمية. جبت أنا نص كيلو نتاع الفلفل، قطعته قطع يعني. هذه الطريقة نقدروا نحطوها، نقدروا نقطعوه نخليوه يقطر في الكسكاس ومن بعد نخدموه. ولكن انا عملته بالطريقه هذه اللي قطعته ورحيته ماشي ربي، يعني خليته هكا شويه خشين. وضعت له ملعقه فلفل عكري، وضعت له ملعقه توابل، وضعت له راس ثوم، وضعت له تقريبا نص فنجان زيت سانغو اللي هو زيت المائده، نص فنجان زيت الزيتونه. وضعته فوق النار باه الماء هذاك اللي باه نخليه يبات يكطر، يعني نحيه في النار يعني ندبلو حتى نلقاه نشف من الماء هذاك اللي فيه. ندبلو مليح مليح ومغرفه تاع الملح، وقطعته ووضعته في قطعته. خليته حتى برد يعني يبرد تماما باش نوضعوه في بلاره هكا تكون معقمه. ونزيد نوضع له الزيت في الاسفل نتاع القرعه، نوضع يعني تقريبا فنجان الخلاف فيه نتاع الزيت، ونوضعه يعني في الثلاجه من تحت، ونستعمله في اي وقت لمده 3 شهور، يعني على ضمانتي ما يفسد ما والو. وهنا خياتي ديتكم معايا المزرعه اللي كيحبوا على برا، وإلا كان كيتحبوا الفيديوهات هادو يعني خلوا لي في التعاليق، يعني نعود نصور لكم هكا في المزرعة الصغيرة إن شاء الله. أنا حبيت نوري لكم البصل كيفاش نخدموه. هنا نقطعوا له الريش نتاعو من فوق، نقطعوا له من العروق نتاعو، ونقشت لهنا ودرت الخطوط. يعني ساهل الزريع يعني نتاعو ساهل. حنا هاد الأرض يعني رملية سهلة للنكش، سهلة الحمد لله. ولكن المشكل يعني الماء ما تشدش، يعني ما تصبش الشتا غير السمانه يفسد الشيء اللي فيها يبس، يعني ضروري يكون الماء كاين لتما. هنا زريعه الشلاضه، ها هي انا كنوري لكم في زريعه الشلاضه، جبتها من عند ميمتي، ربي يحفظها لي ويحفظ لكم جميع الامهات تاعكم. هنا خلطتها مع القليل من التربه باه ما تكون ليش هكا زرعه، يعني زرعه تكون على بعضها. وزرعتها لهنايا ها هي، ونبقى نوضع التراب فوقها، وقادره نخلطها غير بيدي ولا بالفاسه هكا نخلطها وتدخل في التربه. ولكن بالطريقه هكذا خير ما تجمعليش في مكان واحد هكا، تكون كيتنطنط مع بعضها. هنا وريت لكم زرعت اللوخه، زرعت الزعرور، زرعت الرمان، زرعت الفول. اللهم بارك يا ربي، وجيب الصابة ان شاء الله لينا وللجميع يا رب. العبد يطلب الخير لنفسه ويطلب الخير للأمة الإسلامية كاملة. ربي سبحانه يقول لك كما تحب لنفسك حب لغيرك، هذه هي. وانا صدقوني قلبي
غير كي نشوف واحد عنده خير نفرح له، وكما نحب نفسي نحب لغيري، ربي يرزقنا بكل خير احنا والأمة الإسلامية كاملة. هنا هذا الشجرة نتاع مانيش عارفة ليمون برتقال، يعني ناضولي هنا في الجردة الصغيرة مع الدار، ديتهم زرعتهم، وهنا انا كي نسقي فيهم ولود الشتا. قلت لكم احنا المنطقة هذه رملية، يعني ما تشدش الماء، ضروري تسقى دائما. هادو شجيرات نتاع الزعرور راهم صغار خلاص، يعني ناضولي لهنا ديت زرعتهم. لهنايا ها هي الثوم اللي زرعتها، حبات اللي تكون رقيقة ونوضعها حبة. وهنا شوفوا هاد اللفت اللي زرعتها مؤخرا، ها هي يعني مشالي فيها الماء، راهي كاينه اللي راحت بلايص بلايص، ولكن ما زالت الحمد لله. المهم بدات الدنيا تخضر، بدات تحلى، بدات هنا البصل، يعني هذا البصل المطاوع نقولوا له، حنا نقولوا له المطاوع، مانيش عارفه بلايص خلاف كيش يسميوه. الجلبانه بدات تنبت لي، اللهم بارك يا ربي وجيب الصبا ان شاء الله. المهم يعني انا من محبات الزراعه، محبات يعني هكا الأراضي، يعني نخدم على برا. الحمد لله. هنا الثوم هذه اللي زرعتها هي الاولى، هاي قريب توجد ان شاء الله. لا طول ربي العمر لا رمضان تكون وجدات لنا البورك يا. وما احلى حاجه نحوها نكونوا زرعناها بيدنا احنا. الدبشه والمعدنوس خلافها هما بداو ينبتوا. سمحوا لي احنا مانيش عارفه كيفاش التصوير جا هكا مزروب، كي مانيش عارفه علاه، يعني ما مصوراش مليح، ما مركزاش مع الصوره، مانيش عارفه كيفاش جا سريع هكذا للاسف. تقبلوا اختكم كما كانت. هنا البطاطا الله يبارك، ها هي خضرت مع الشتي والحمد لله، ربي ما في غير الخير. الشتي واللي عدات يعني نبت كل شيء. ولا هنا شوفوا عجب، الجلبانة نبتت من الأرض كما خرجت دير الحب سبحان الله. شوفوا الكربوطة وهي العاديك هذا وين نبتت، ها هي عجب. أنا يعني أول مرة نشوف هذا النوعية هذه، ها هي حبيبيات واجدين طيبين ما شاء الله، سبحان الله يا ربي. المهم هاد الساعة مازال ما خضرتش، يعني الدنيا كما يلزم، وان شاء الله كي تزيد تخضر تكون منظر فيها جميل، ويكون مريح ليا وليكم ان شاء الله. اذا تبغوا طبعا نصور لكم هكا مقاطع مره على مره كي نعود نخدم تمي. ولا انا شخصيا يعجبوني الفيديوهات اللي يكونوا على برا، يعني في الطبيعه بصراحه. يعني ما كرهتش لو كان عندي كوري تم ونكون عندها الدجاج ويكون البقر صراحة نهابهم. ولكن الحيوانات الصغيرة هكا كيما الدجاج كيما الخرفان كيما، يعني نحب هكا يكون كوري ونكون نخدمو فيه، يعني كل شيء كل شيء يعني ان شاء الله ربي يرزقنا احنا والأمة الإسلامية كاملة بواش كي نتمنى وكي نحلموا ان شاء الله يا ربي. لهنا الشلاضة ها هي زرعت من قبل هذيك بدات تنبت. وهنا هذا السلك جبته من عند امي متيخلاف، ها هو زرعته وشد الارض، يعني شد بلاصتو حنا نقولوا، ها بدا يكبر الحمد لله الحمد لله. هنا البصل ها هو بعد ما زرعت 4 خطوط، ان شاء الله ربي يجيب لنا الصابه ويعطينا الشتاء ان شاء الله، لان الشتاء احيانا كتاخر. انا حبيت نوري لكم الهندي اللي زرعته في الخطره اللي فاتت، وزرعت معاه يعني هكا خط نتاع الفول، مانيش عارفه هل يجي اول مره زرعته في هذا المكان. ولا هنا حبيت نوري لكم هذا الفطر، مانيش عارفه على العموم وكلوا نقول لسان لكم